السؤال اللي دايما بنفكر فيه، ليه دايما قصص الحب أغلبيتها مش بتكمل؟ ليه دايما بتنتهي حتى قبل ما بتبتدي؟ رغم إنك لو بصيت في عينيهم هتلاقي الدموع محبوسة ولسانهم مش قادر يخبي إنهم لسه بيحبوا بعض. النهاردة هنتكلم على القلوب المقفولة، على سر اسمه لسه بحبه. أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. في كل قصة حب في لحظة معينة كده بيحصل خلل بسيط، مش دايما بيكون خيانة ولا نسيان، ساعات بيكون تعب من كتر المحاولات، من كتر التمسك، من كتر الزعل، من كتر الوجع اللي دايما مش بيتقال. في ناس بتفترق علشان ترتاح، بس الحقيقة إنهم لما بيبعدوا بيتعذبوا أكتر، وساعتها بيقنعوا نفسهم إن البعد راحة. ولو سألت واحد فيهم عن التاني ساعتها اللسان بيتعقد والعين هي اللي بتبان عليها الحزن، لأن العين هي أكتر حاجة في الإنسان ما بتعرفش تكذب. وساعتها عينيه بتقول، أو عينيها، أنا لسه بحبه. هي لسه بتدور على صوته بين الناس وهو بيضحك وسط صحابه، بس جواه فاضي. وهي بتعمل نفسها ناسية، بس كل ليلة بتحلم بيه. الحب مش دايما بيخلص لما العلاقة بتخلص، في حب بيكمل جوانا بس في صمت. يمكن السبب مش إنهم ما قدروش يكملوا، يمكن هم اتأخروا في إنهم يفهموا بعض، يمكن كل واحد كان محتاج يسمع خليك معايا، أنا محتاجك، بس في الوقت الصح. بس ساعتها الكبرياء كان أسرع من الحنين وأسرع من الحب. الحب الحقيقي مش ضعف ولا استسلام، بس هو غالبا بيبقى حرب بين القلب والعقل. مين فيهم هيسيب التاني الأول؟ ليه القلب ده ما اداهوش فرصة؟ ليه ما تمسكش؟ ليه استسلم بسرعة؟ إزاي يكون عنده استعداد يتحمل الوجع ده كله بس ما بيقدرش يقول كلمة بسيطة زي أنا لسه بحبك وخليك معايا؟ أحيانا بنضحك على نفسنا وبنقول أصل الظروف، أصل الماديات، أصل التوقيت ما كانش صح، بس الحقيقة كلها حجج وأوهام. ساعات بنستخبى ورا كلمة الظروف علشان نهرب من خوفنا، وندل على كده إن في ناس اتمسكت واتوجعت في العلاقة بس استنت وفضلت متمسكة أكتر، وفي ناس نحتت في الصخر عشان تكون مع الشخص اللي بتحبه، عشان يكون ليها مكان في حياته. وفي المقابل في ناس اختارت تمشي، مش لأنها بطلت تحب، لكن لأنها بطلت تصدق إن الحب كفاية لوحده. وهنا السؤال اللي دايما بياخدنا، هل الحب قرار ولا نصيب؟ هل بنختار نحب مين ولا الحب هو اللي بيختارنا وبيحطنا في اختبار صعب بين العقل والقلب؟ يمكن تكون الإرادة بتكسب مرة والقدر بيتدخل مرة تانية، لكن في الحالتين القلب عمره ما بينسى اللي كان صادق. الأصعب مش إننا نخسر اللي بنحبه، الأصعب إننا بنضيعه بإيدينا، بغرورنا، بعنادنا، بإحساسنا الكاذب إننا نقدر نعيش من غيره. العلاقة ما بين اتنين بيحبوا بعض علاقة غريبة، زي المركب اللي ماشية في بحر هادي، لازم يكون فيها توازن. لو واحد تقل على التاني زيادة المركب هتغرق بيهم، وساعتها مش هينفع نلوم غير نفسنا. احنا ساعات بنحمل اللي قدامنا فوق طاقته، بننسى انه بشر، بيتعب، بيزعل، بيحتاج يسمع كلمة حلوة زيه زينا، بيحتاج يحس إن إحنا متمسكين بيه، إن إحنا عايزينه بجد. اللي بنخسر اللي بيحبنا، اللي بنختبر صبره لحد ما يخلص. وللأسف بنكتشف بعد فوات الأوان إن مفيش حاجة في الدنيا هتعوض وجوده. خلي بالك لو سمحت، اللي بيحبك بيتحملك وهو ساكت على وجعه، بيبرر ليك حتى لما بتوجعه، بس في لحظة معينة من غير أي مقدمات هيقف وهيقول لنفسه وأنا جنبك تعبان ومش متقدر، وأنا بعيد عنك برضو تعبان ومش متقدر.
وساعتها هيختار إن هو يمشي، بس المرة دي مش هيقدر يرجع، لأن سيادتك خليته يقفل على قلبه صفحة اسمها النسيان. الحب مش دايم، بس الأثر اللي بيسيبه جوانا دايما دايم. خليك دايما فاكر قبل ما تبعد عن اللي بيحبك، اسأل نفسك سؤال واحد: هل فعلا قلبي مستعد يعيش من غيره؟ يمكن الإجابة تكون لأ، بس الوقت يكون فات. حكايتي النهاردة كانت عن الحب اللي لسه جواه أثر، عن الناس اللي مشيت بس ما راحتش، وعن قلوب لسه بتنبض حتى بعد الفراق. افتكر دايما إنك لما تلاقي حد بيحبك بصدق ما تسيبهوش يواجه نفسه دايما لوحده، وما تختبرش صبره لحد ما يختفي. يمكن تفتكر إنك تمام بعد كده، يمكن غرورك يخليك تفتكر إنك تمام من بعده، بس بعد شوية هتعرف إنك كنت تمام بيه. ساعات اللي قدامك في لحظة الفراق بيبقى مستني منك جملة واحدة، جملة واحدة بس: خليك معايا. كلمة صغيرة بس كانت ممكن تغير النهاية كلها. بس للأسف الكبر بيخليك تسكت وتسيبه يمشي، وانت جواك صوت بيقول هو هيرجع، أكيد هيرجع. تفوت الأيام وتلاقي نفسك لوحدك بتدور في الوشوش كلها، يمكن تلاقي ملامحه، وساعتها تكتشف إنه خلاص مشي. والمؤلم بقى مش إنه مشي، المؤلم إنه مبقاش ليه أثر في حياتك، كأن القدر بيعاقبك وبيمسح كل حاجة تخصه وسابك تواجه الحقيقة لوحدك. وساعتها الشخص ده بيقول لنفسه بكل هدوء وهو بيتوجع: هو كده كده قدر يستغنى عني. وبيصبر نفسه وبيقول أكيد في يوم هيعرف قيمتي وقيمة حبي ليه. في كل حكاية حب ناقصة في طرف لسه بيحب في صمت، ولسه بيتمنى لو الزمن يرجع بيه خطوة واحدة، خطوة واحدة لورا، مش علشان يغير النهاية، لكن علشان يقول جملة واحدة خاف منها زمان: أنا لسه بحبك. مش كل اللي ساب نسيه، ومش كل اللي كمل حب. في ناس انتهت علاقتهم بس لسه عايشين جوا بعض. ويمكن تكون بتسمعني دلوقتي وفي بالك حد واحد بس، لو هو لسه في قلبك قول لنفسك أنا مش ضعيف، أنا بس لسه بحبه وحافظ عليه، علشان مش هيجي الوقت اللي تقدر تندم، لأنه خلاص هيكون مشي. كنتم مع إيمان هاشم، كتاب بودكاست بين السطور. أشوفكم على خير إن شاء الله.